برحب بكل مشاهدينا ومشاهدي بيت العيلة الكرام. يوم جديد من أيامنا وأكيد موضوعات متجددة ومتابعة يومية لأهم الأحداث والأخبار. هسعد بتقديم لهذه الحلقة بصحبة الزميلة العزيزة آدى، ولا تصحب حضراتكم في أولى الفقرات عقب الفقرة الإخبارية مباشرة، والحديث فيها هيبقى عن عيد الميلاد المجيد. كل عام والأخوة الأقباط بخير وكل المصريين بخير. ثالث الفقرات وآخرها هكون موجود مع حضراتكم فيها فقرة مصر لسه بخير، وهنتكلم عن باحثة ابتكرت جهاز جديد لسرعة تشخيص انفلونزا الطيور، وده بيسهم بشكل كبير في العلاج، لأن الاكتشاف المبكر من أهم الأشياء اللي ممكن تساعد في العلاج. فقرتنا الأولى كما اعتدنا هي الفقرة الإخبارية، وبسعدنا يكون معنا فيها الكاتب الصحفي عاصم بسيوني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. خلونا نرحب بيه ونتعرف معاه على أهم الأخبار. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. سعداء بوجودك معنا في بيت العيلة. اهلا وسهلا. أول خبر معانا بيقول المتحدث العسكري مهنئا بعيد الميلاد المجيد، كل عام ومصر بخير. هنأ العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد من خلال نشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدونا عليها كل عام ومصر بخير. كان الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي زار أمس الأربعاء المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. شفت هذه التهنئة شكلها إيه؟ وهذا العام الوضع مختلف، التهنئة بتعم مصر سواء في الأعياد الخاصة بالمسلمين أو أيضا الأعياد الخاصة بالأخوة الأقباط، كما هو الحال اليوم عيد الميلاد المجيد. بداية كل عام والمسيحيين في مصر بخير، والأمة العربية كلها تكون بخير إن شاء الله، ويكون عام سعيد علينا جميعا، لأن العام المنصرم صراحة يعني شهدنا خلاله كثير من المآسي التي يعني كان هناك أنين بالنسبة لها. فطبعا أتمنى يكون هذا العام يكون عام سعيد إن شاء الله جميعا، وأن يكون يعني في إشراقة وبادرة أمل لكل من يتمنى شيء. فطبعا مثل هذه التهنئة طبعا من القوات المسلحة ده شيء ليس غريب على هذا الجهاز العظيم الذي يقف دائما معنا سواء في المناسبات السعيدة أو حتى غيرها. فهم هناك فمنهم المرابط على الجبهات، ومنهم من هو يعني موجود في الداخل ليكون رمانة ميزان ويكون بيد بيد مع الشرطة. فطبعا كل عام نكررها للأخوة الأقباط وهم بخير، والعرب هم بخير إن شاء الله. ردا على هذه المشاعر، ثاني أخبارنا بيقول البابا توادرس للتلفزيون المصري: وحدتنا هي المفتاح الصحيح لبناء الوطن. قال البابا توادرس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في تصريحات إن رئيس السيسي في كلمته أمس في احتفالات عيد الميلاد عبر عن محبة كبيرة ومشاعر صادقة، مضيفا مشاعرنا تجاه زيارة الرئيس للكاتدرائية لا يمكن وصفها بالكلمات، وأكد أن وحدتنا هي المفتاح الصحيح لبناء الوطن، مشيرا إلى أن وجود نسبة كبيرة من الشباب في البرلمان يعطي أملا كبيرا. شفت إزاي حضرتك الزيارة وردود الأفعال تجاهها وهذا التصريح اللي صرح به البابا توادرس اليوم؟ هي الحقيقة يعني كانت زيارة مفاجأة، وفي العام الماضي كانت نفس الزيارة كانت مفاجأة. فطبعا وهذا هو الرئيس السيسي الذي دايما يفاجئنا بأشياء جميلة وطيبة. وطبعا مثل هذه المناسبة السعيدة طبعا لا يفوت هذا الرجل أن يكون وسط الأخوة الأقباط للتهنئة بعيدهم. وحقيقة طبعا حتى اللي عندنا الجريدة يعني رصدت مثل هذه الزيارة المفاجئة التي من خلالها عبر جميع الأخوة المسيحيين بسعادتهم، وقالوا حتى بالحرف الواحد ان هم كانوا عيدين العيد المجيد وزيارة الرئيس السيسي لهم في هذه المناسبة، وكانت مفاجأة بالنسبة لهم. طبعا الأخوة الأقباط والمسلمين نحن يعني صراحة نسيج واحد، وسنظل دائما نسيج واحد مهما كانت هناك محاولات للتفرقة بيننا، ولكن هي مصر ستظل باقية يعني طول العمر، وهذا محفوظا من الله سبحانه وتعالى، وهذا بنص القرآن أيضا. فطبعا مثل هذه الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي طبعا هي زيارة طبعا يعني أسعدتنا جميعا، ليس الأخوة الأقباط أيضا، لأننا طبعا نحن نشاركهم في نفس الوجدان ونشاركهم في نفس الأعياد. تحدث البابا توادرس عن أنه يعني البرلمان موجها حديثه للشباب،
وتوسم فيهم خير، نظرا لأنه هذه المرحلة فيها عدد كبير من الشباب في البرلمان. حضرتك شايف النقطة دي إزاي؟ وهل ده ممكن يبقى عامل إيجابي، ولا في بعض الأحيان ممكن يبقى عامل سلبي نظرا لقلة خبرتهم ولا عدم ممارستهم السياسة يعني بشكل كبير، أو لخوضهم هذه التجربة للمرة الأولى زي كتير منهم؟ لا، هو الحقيقة طبعا قبل بداية انعقاد البرلمان طبعا معروف ان اليوم الأحد هيكون الجلسة الإجرائية، اللي هي طبعا بيحلف فيها اليمين والقسم وكده. وطبعا في طبعا اقتراحات وهو مهم جدا بان يكون القسم يعني جماعي، ان هي طبعا حتى لكي يعني يتم هم حوالي 600 نائب، فطبعا ده يحتاج حوالي 30 ساعة لو كل نائب في اتنين في الدقيقة، فطبعا هيكون الإجراء جماعي للقسم. وطبعا بالنسبة للنواب الجدد، وحقيقة طبعا شهدنا الكثير جدا 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 من البرلمان بالفعل جدد، ولكن هناك دورات بالفعل تم عقدها لهم، وتم وأنصتوا إليها واستفادوا منها من خلال خبراء منهم حتى الدكتور مصطفى الفقي وغيرهم. فطبعا مثل هذه الدورات طبعا بتثقل النائب، اللي هو طبعا لانه طبعا خصوصا إن هذا البرلمان هو برلمان يعني يعتبر انا بعتبره شخصيا من اخطر البرلمانات في مصر. فطبعا نعول عليه الكثير يعني يكون ننتظر منهم الكثير من القوانين اللي هي تم اصدارها حوالي 400 قانون او 333 قانون. فطبعا نتمنى طبعا ان يكون هناك تسريع بالتصديق على هذه القوانين، وان يكون لهم دور مش وفعال، خاصه ان هناك كثير من الشباب، وهناك ايضا من المراه، وهناك ايضا حتى من نقابه الصحفيين، 20 عندنا من نقابه الصحفيين، والمراه ايضا لها تواجد قوي جدا. فطبعا نتمنى من هذا المجلس الجديد الذي أتى بعد ولادة عاسرة متعسرة، طبعا ننتظر منه الجديد، وأعتقد أن أنا أأمل بذلك إذا ما حدث توافق بينهم، وألا يكون هناك اعتراض على أي شيء، يكون في توافق جماعي، وأن هناك اللي يحتاج إلى أي اعتراض فممكن، لكن إذا كان يرى ذلك. معنا خبر آخر له علاقة بنفس الموضوع المتعلق بالبرلمان. مصطفى بكري يعلن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب. أعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب في الانتخابات الداخلية للائتلاف التي ستجرى السبت المقبل، وأكد أنه ملتزم بنتيجة الانتخابات الداخلية أيا كان الأمر، لافتا إلى أنه سيتقدم برؤية وبرنامج لتفعيل دور هيئة مكتب مجلس النواب للتواصل مع النواب وحل المشكلات الجماهيرية. والله طبعا هو بالنسبة طبعا ان هو يعني يتمنى ذلك، فطبعا ده يرجع طبعا للتصويت داخل المجلس من خلال اللجان، وان هو يكون وكيل المجلس. وهناك برضو اكثر من شخصية محورية برضو ان هي برضو يعني طلبت ذلك. حتى الرئاسة رئاسة البرلمان برضو حتى ما زال عليها يعني لغط، وحتى الآن لم يتم التوافق على تسمية شخص بعينه. لكن طبعا إذا كان هو يريد ذلك فطبعا هي مسؤولية ليست بالسهلة، تكون صعبة جدا. يكون وكيل مجلس أو رئيس مجلس القادم، فطبعا دي مسألة صعبة ومهمة، ونتمنى طبعا يكون عند حسن ظننا، وأن يتم إدارة الجلسات بشكل يعني برلماني جيد، لأن طبعا العدد زاد عن المرات السابقة. فطبعا هذا العدد الكبير وطبعا أكيد هيبقى زخم كثير من طلبات الإحاطة وغيرها. فطبعا نتمنى أن يكون هناك شخوص يعني تكون بمثابة رمانة الميزان في المجلس، وربنا يوفقه. كان في أقاويل متعلقة بالتصويت الإلكتروني، وإنه هيسرع الوتيرة ومش هيضيع وقت كبير، وقد يسهم بشكل كبير نظرا لكبر عدد يعني نواب البرلمان، وكبر أيضا الموضوعات التي سيتم طرحها في هذه الجلسات، خصوصا في الأيام الأول المتعلقة بمناقشة القرارات بالقوانين والتصديق عليها. شايف إنه ده هيتم تفعيله بالفعل؟ هيعمل بيه من أول يوم ولا لا؟ هو بالفعل تم تدريبهم عمليا أكثر من مرة، وفي أجهزة موجودة داخل المجلس وتم التدريب عليها بشكل جيد. وطبعا دي يعني صحيح يعني لأول مرة تحدث في البرلمان، لكن هي في البرلمانات العالمية موجود هذا. وأنا يعني ذهبت خلال سفرياتي إلى بعض المجالس النواب وشفت من الداخل فيها تصويت إلكتروني، فطبعا دي مسألة جيدة. هو الهدف منها أصلا إيه؟ هو سرعة التصويت،
لان طبعا هيبقى فيه قوانين كتيره وفيه تشريعات وفيه يعني اشياء كتيره معلقه، فطبعا نحتاج تسريع. واحنا بنبقى في زمن الكمبيوتر وزمن النت يعني، فاعتقد لازم نستفيد من هذه التقنيه. فهم اتدربوا عليه جيدا، واعتقد ان يعني هم يعني هضموه بشكل جيد، واعتقد ان يكون كما تتوقع وانا اتوقع ان يكون على طول من بدايه الجلسات هيكون في تصويت الكتروني وهكذا. أمر عادي أن يكون هناك صراع على رئيس البرلمان وعلى رؤساء اللجان، ده أمر متعارف عليه، ولا هذه المرة الموضوع زيادة يعني عن المرات السابقة؟ لا، هو شيء طبيعي، لان في كل مجلس يعني طبعا يعني طبعا اللجان بتبقى طبعا بحسب طبعا تخصص يمكن النائب، ان هو مثلا يكون مثلا متخصص مثلا في مجال معين، فهو يحب انه يكون في هذا المجال. بالنسبه يحب بترشيح من الآخرين، ولا يحب برغبة أنه دائما اه عايز يبقى موجود وأنا الأولى وأنا الأقدر وأنا لا يعني الأكثر مش خبرة؟ يعني اسمه يعني بيفرق الموضوع لما يبقى في إجماع أو في ترشيح أو في اكيد طبعا. انتخابات ويتم انتخاب شخص اكيد. عن أنه هذا الشخص هو اللي يطلب ويشوف أنه هو أقدر وأحق وهو يعني أهم واحد في هذا المنصب. لا، هو ممكن يكون في تاني اقدر منه، هو بيبقى طلب يعني مثلا مجموعه من النواب مثلا في لجنه معينه مثلا س او ص، انا مثلا عايزين ابقى انا رئيس اللجنه دي، في ممكن اخر يزاحمه وبعدين بيحصل تصويت وكده داخلي لكن هو طبعا يفضل يكون هو متخصص في المجال ده، مثلا لجنه الشباب، لجنه الاعلام، لجنه الصحه، لجنه السياحه، يعني طبعا مفترض يكون طبعا هو يكون، لان هو لما يكون فاهم اكتر في هذا المجال اكيد طبعا هيكون له تاثير ويكون له دور فعال في هذا المجال. خبر آخر: إطلاق نار على أحد فنادق الهرم ومباحث الجيزة، الحادث جنائي وليس إرهابي. أكد اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة تعرض أحد فنادق شارع الهرم لإطلاق نار من قبل أحد المترددين على الفندق بسبب خلاف مع أحد رجال الأمن، مما تسبب في تهشم زجاج الفندق. وأضاف شلبي في تصريحات صحفية أن حادث إطلاق النار على الفندق ناتج عن حادث جنائي وليس إرهابي، وتكثف أجهزة الأمن الجهود مم. لضبط المتهم. طبعا هو حادث طبعا مؤسف، وصراحة ليس يعني لم يكن هناك داع حتى لو حصل مثلا خلاف ما بين شخص داخل الفندق وان هو يقتحم الفندق ويحاول ان هو يعتدي عليه، ده امر طبعا يعني نحن ننبذه جميعا، خاصة ان احنا طبعا مقبلين على موسم يعني احنا حاليا في موسم سياحي اللي هو موسم اعياد الميلاد، وان احنا طبعا نريد المزيد من التدوير، وما صدقنا ان احنا بدأنا بعض الشيء ان احنا نقدر ان احنا يعني يكون في يعني تفويج كثير للسائحين. وعلى فكره النهارده في خبر جميل جدا وجيد، ان طبعا معروف ان المكسيك كان فيه مجموعه يعني تم ومن السياح السياحه المصريين الثمانيه. المكسيك من خلال وزيره الخارجيه يعني لم تتهم مصر، وقالت ان وكاله السفر اللي هي كانت مختصه بهؤلاء هي خالفت التعليمات السلطات المصريه، وبذلك فمصر بريئه من دم هؤلاء. فطبعا ده خبر جيد الخبر ويساهم بتاع ايضا في إطلاق النار على الفندق كان في خبر آخر له علاقة بأنه في أتوبيس سياحي تم إطلاق الشماريخ عليه من بعد المرة وأدى إلى تهشم الأتوبيس بالكامل بعيدا عن إصابة الأفراد، وتقريبا الفوج كان فوج إسرائيلي. هل الكلام ده صحيح ولا؟ والله هو بالنسبه لنا احنا كان عندنا في الجريده ما لم يرد الينا مثل هذا الخبر، ويعني مش يعني سواء يعني ما اعرفش هل هذا الخبر يعني صحيح ولا عدم من الصحه، انا لا اجزم بذلك. لكن بشكل عام حتى لو كان وفد اسرائيلي، هو معروف ان في تطبيع، وان معروف ان في بيروحوا طابه واماكن في شرم الشيخ، وطبعا وفق الاتفاقيه، يعني الاعتداء على اي سائح سواء كان اسرائيل او غيره فطبعا ده هذا خطا. احنا بنتمنى ان احنا يعني ان مصر دايما تكون بخير، وان مصر دايما امنه، فمثل هذه الممارسات خاطئه حتى لو كانت صحيحه، فطبعا نحن ندين ذلك، واعتقد جميعنا يدين ذلك. فلكن بالنسبه للخبر هذا الخبر يعني صدقه او عدم صدقه فانا غير مؤكد بذلك. وزارة التعليم تحظر الأسئلة السياسية بامتحانات النقل والشهادات العامة. أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس كتابا دوريا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بصفوف النقل والشهادات المحلية، حيث تضمن الكتاب الدوري تكليف موجهي العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية. هو طبعا ده صحيح،
صراحة يعني هو حقيقة الوزير صار تصريح طويل جدا، والجمهورية برضو هتنشره غدا إن شاء الله. ف مفترض طبعا إن الطالب هو مالوش دعوة بالمسائل السياسة والشأن السياسي وغير ذلك من الأمور. هو جاي يدرس، وإن هو في مواد ولا لازم يلتزم بالمنهج بتاع المادة، هذه المادة أو غيرها. فطبعا المفروض طبعا الامتحانات تخلو من أي شيء سياسي أو حتى مذهبي. يعني المفروض ما نتكلمش برضه عن المسيحيين أو مش عارف الشيعة أو السنة وبتاع الكلام ده كله. هو الطالب طبعا بمنأى عن كل ذلك. فطبعا هذا تنبيه هل جيد. ده ممكن يبقى متعلق بالمراحل الصغيرة السن، المراحل الابتدائية الإعدادية؟ طبعا لكن مهم. الطلبة الأكبر اللي متابعين ومشاركين، يعني نوعية الأسئلة دي ممكن تعمل أزمة، تعمل مشكلة، ولا في بعض الأحيان يعني بنستشف منها مداركهم، أفكارهم، طريقتهم، بعيدا عن التوجيه لجهة معينة أو التضاد مع جهة معينة، لأنه هم مش هنقدر نخليهم بمعزل عن ما يحدث في الشارع حولهم، بمعزل عن الحياة السياسية بشكل عام. ثم المفاجأة بعد كده نقول ان هم لما كبروا بقوا فريسة لأي حد انه يضحك عليهم. ليه ما يبقاش في تثقيف سياسي ليهم بشكل جيد، بشكل ممنهج، بشكل ناتج عن مصادر موثوق منها متعلقة بمديريات التربية والتعليم او متعلقة بوزارة التعليم بشكل عام؟ هو حقيقة السؤال جيد وليه لأ. بس طبعا أنا أعتقد طبعا مرحلة التعليم الأساسي الطالب لسه برضه لسه غض، يعني يعني ما انا لسه. بتكلم بعيدا عن المراحل الاولى اللي لكن الامر هيبقى بالنسبة يعني للثانوي كبير هو عليهم. بيبقى كبير على عن فهمهم، واحنا مش عايزين نشغلهم بهذا الشأن يعني. لكن اكيد طبعا هم بيتابعوا من خلال طبعا وسائل الاعلام والاذاعه والتلفزيون، من خلال اكيد طبعا بيبقى عندهم علم. بس احنا برضه لا نقحم السياسة في الامتحانات، يعني م. مالهاش لازمة اصلا يعني. يعني اصل هيقول ايه؟ هيقول رأيه. يعني ما ينفعش يعني يقول رأيه في شيء زي كده، وقد يكون هذا الرأي على غير هو المصحح أو غير ذلك. فطبعا أنا أعتقد إن هذا التصريح بالنسبة للوزير تصريح جيد. أما بالنسبة بقى عايز بقى عنده بقى قناعة سياسية، أو عايز بقى يكون فيه بقى نوع من يعني إن هو يكون بقى يخوض غمار السياسة، فطبعا ده شأن الطالب. لكن بالنسبة للامتحانات طبعا لابد يكون في التزام. بعيدا عن الامتحانات انا بتكلم التثقيف لا، ما السياسي بين نفسه، الامتحانات عادي. لانه هو ما أنا يعني قلت هو سؤال جيد. هنمنعهم انهم يتكلموا في لا السياسه لا، او ما يفكروا نمنعهمش. فيها في ثانوي وفي كليه. طب لما يتخرجوا يبقوا جوه المجتمع وتطلب منهم انهم يبقوا مشاركين في العمليه الانتخابيه، مشاركين في العمليه الديمقراطيه، مشاركين في اختيار الرئيس، مشاركين في التشريعات والقوانين والدستور، ثم هم لم يمارسوا هذا من قبل، ونرجع نقول دول في سنه اولى سياسه ونحن دوله لم نعتد على ممارسه السياسه، وبالتالي بقينا فريسه سهله لاي حد يقدر يضحك على اولادنا او يضحك على الكبار اللي لم يمارسوا السياسه من قبل. يعني مش عارفين نبدا منين ومش عارفين الحل يبقى ازاي. ما نخليهمش يمارسوا وبعدين نفاجئهم فنقول ان هم ما عندهمش تثقيف ولا وعي، ولا نخليهم يمارسوا بشكل صحيح ويبقى الموضوع مدروس ومحطوط في مناهج بشكل معد مسبقا وبشكل جيد ونرفع من وعيهم. ما انا في البدايه قلت ان هو، انا قلت ليه لا يعني. انا مش لكن بتكلم عن الامتحانات، انا بتكلم على الفكره عموما. لكن بشكل عام طبعا هو يعني طبعا هو يعني. بس انا برضو يعني بالنسبه للشأن الداخلي ممكن يبقى نوع من الاستفاضه. اما بالنسبه للخلافات، لان في طبعا كتير حتى من السياسيين، او حتى المراقبين او المهتمين بالشأن السياسي، في قناعات سياسيه معروفه. ممكن انا برضو احيد لفلان او لسياسه دوله معينه وبتاع. هو طبعا يعني هو يفضل طبعا ان يكون عنده يعني يعني عمق سياسي، ان هو يتفهم الامور اللي حواليه، حتى يستطيع ان يزن وان يعرف اين مصر واين هو من السياسه، في سياسه مصر بالذات تجاه الدول الاخرى. فده شيء طيب مش وحش، ما فيهاش حاجه يعني. لكن ويفضل ان هو ان الذي يريد ان يهتم بهذا الشأن ان هو لا يتابع قناه معينه او بعينها، حتى لا يكون هناك توجه معين. معروف ان في قنوات موجهه، وطبعا ده خطأ. فهو إذا كان يريد أن يخوض هذا الغمار، يعني أنا عن نفسي أنا ما بتابع جميع القنوات. طبعا ببدأ العملية الديمقراطية في الخارج بتسير ازاي؟ يعني هم سبقونا وبيبقى عندهم انتخابات ليها شكل مختلف وكل الناس بتبقى مشاركة بشكل مختلف. طبعا. هل ده بيدرس للطلبة في المدارس في سن صغيرة، ولا البداية ممكن بتبقى من أي سن والكيفية بيبقى شكلها ايه؟ الحقيقة أنا لما أطلع على المناهج في الخارج، لكن أعتقد طبعا متهيألي يعني أعتقد إن برضه يكون في سن متأخر بعض الشيء يعني. م. يعني يكون الطالب يعني يستطيع أن هو يميز مثل هذه الأمور. لأن برضه في النهاية زي ما قلت، كما قلت، إن هو التعليم الأساسي يعني حتى سن 15 برضه ما زال التلميذ برضه يعني ما عندوش الاستيعاب الكافي لما يدور حوله في العالم. م.
الأطباء تكشف ثغرات خطيرة في قانون التأمين الصحي الجديد. أكدت النقابة العامة للأطباء أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هدف هام لكل المهتمين بالإصلاح الصحي وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، ولكن مشروع القانون الحالي لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي. وقالت النقابة العامة للأطباء إن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات مع الاكتفاء بالاشتراك فقط، وإعفاء غير القادرين عن أي مدفوعات اشتراك أو مساهمات، إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة. شفت الخبر ده إزاي؟ وهل القانون لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي حقيقي وشامل كما زعمت النقابة العامة للأطباء ولا لا؟ هو هذا القانون يعني نسمع عنه من سنوات عديدة، ونتمنى طبعا يخرج للنور. واعتقد ان هو كان هو كمشروع قانون ان هو يعني تعالج كتير، وكان في مقترحات وتم تعديلها ووصل لصياغة جيدة. فكون ان طبعا نقابة الأطباء طبعا هي نقابة طبعا معنية بهذا الأمر، يكون تنبهت لبعض الثغرات، فده شيء طيب طبعا ويجب أن يؤخذ به. ولكن بشكل عام نحن نتمنى أن يظهر هذا القانون للنور، لأن بالفعل مصر محتاجة لمثل هذا القانون. يعني لأن طبعا معروف أن يعني عدد هائل من غير القادرين وأصحاب المعاشات كما ذكرت في حضرتك في السؤال، بالإضافة طبعا إلى أصحاب الأمراض المستعصية. وطبعا في بعض الأمراض بتحتاج نفقات باهظة، فيعني يكون هناك ثغرات، فطبعا ده شيء طيب وجيد، ونتمنى طبعا أن يتم النظر إليه بعين الاعتبار. وأعتقد هذا القانون سيطرح طبعا على مجلس الشعب لإقراره، وطبعا أكيد المجلس أنا لو بتكلم يعني لأن لما النقابة أصدرت هذا البيان عن إنه في ثغرات وفي مشكلات، ليه ما تمش مناقشتها كونها معنية بالحديث المفروض عن الطب في مصر، أو إن النقابة المفروض تبقى يعني خط الدفاع الأول عشان معرفة هذه الثغرات وسدها قبل ما يتم إصدار القانون بشكل نهائي، ونرجع نقول أصل القانون فيه مشكلات بهذا الشكل، ونرجع بعد ما يتم إقراره نعترض عليه. هو المفروض، ده هو كلامك صح، المفروض طبعا يكون يعني كان في من وقت مبكر. انت كنت فين من ساعتها؟ يعني ما خصوصا تعاقب حتى اكثر من وزير، وقد يكون برضو مثل هذا التعاقب اكثر من وزير قد يكون برضو اخر مثل مثل هذا الطرح. لكن كونوا تنبؤوا من هذا الامر ده شيء جيد يعني. ولكن نريد طبعا منهم ان هم يعني ايه، يبقى واحد اتنين تلاته، يعني يفسر اللي كان إيه فيه. هي الثغرات بالتحديد ايه عشان ثغرات؟ يتم علاجها؟ هل مثلا هي اداريه كما نبه البعض، يقول لك ان ثغرات اداريه؟ طبعا مساله طبعا في طبعا معروف في مستشفيات خاصه، وفي مستشفيات متخصصه، في مستشفيات الحكومه، وفي المستشفيات الخاصه اللي تبع الجامعات. طبعا هو عايز يوحد ما بين هذه الامور. طب هل يا ترى مثلا لو المريض دوت اللي هو اللي حصل له حادثه ده واتنقل مثلا لمستشفى تخصصي، طب هم طبعا بيقولوا المفروض 24 ساعه وبعد كده ينقل الى مستشفى حكوميه. وفي يقول لك لا، المفروض ان هي تتبناه، وبعد كده يحصل مساله حسابات محاسبه ما بين الوزاره او هيئه التامين الصحي مع المستشفى الخاص. طبعا امور اعتقد ان هو نقابه الاطباء يمكن هي تقصد مثل هذه، لان طبعا في امور بتحصل يعني، خصوصا مساله الجانب الاداري والحساباتي الخاص بالحسابات يعني. اعتقد مثل هذه الامور لابد طبعا ان تحسم، وحتى طبعا ما يكونش المريض ضحيه، ده رقم واحد. ورقم اتنين طبعا الوزاره ايضا برضه ما تلاقيش نفسها مثلا داخله مثلا في 100,000 ولا 200,000 ولا نص مليون ولا بتاع، خصوصا دي مستشفيات خاصه. م. فطبعا مسائل مثل هذه الامور طبعا مهمه جدا، ولابد ان هي يعني قد تكون طبعا عدت او مرت مرور الكرام الذين طرحوا هذا المشروع القانون. لكن طبعا لابد ان النظر اليه طبعا بجديه، وايضا برضو يكون في هناك برضو يعني نظره فاحصه ومتمحصه لجميع الجوانب التي تخص هذا المشروع القانون الخاص بالتامين الصحي للجميع ان شاء الله. أنا بشكرك، الوقت مر معاك سريعا، لكن سعدنا جدا بوجود حضرتك الكاتب الصحفي عاصم السيوني نائب رئيس تحرير الجمهورية. نراك على خير وقريبا.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وأولى فقراتنا عن عيد الميلاد المجيد مع الزميلة العزيزة أدا وضيفيها القمص بولس عبد المسيح عضو المجلس الإكليريكي العام، والأستاذ يونان مرقس القمص كاتب وباحث في التراث القبطي. نراكم بعد هذا الفاصل وأولى الفقرات.